السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بيتزا بطريقه سهله جدا. العجينه بتاعتها هشه وقطنيه وتنفع لجميع انواع المخبوزات. اي مخبوزات تقدري تعمليها بالعجينه اللي هنعمل بيها البيتزا النهارده، وهتطلع معاكي حلوه جدا جدا. بصوا شكلها من تحت عامل ازاي، واخد لون حلو جدا جدا. هنعملها بكذا طعم النهارده بطريقه سهله جدا. هقولك على الصوص بتاعها بابسط طريقه ممكن تتخيليها. هقولك ازاي الجبنه تمط معاكي. حطوا لايك للفيديو ويلا بينا نبدا على طول بالمقادير. معايا كيس من الخميره اي نوع تحبوه، هتحطوه في اي كوبايه. هنحط معاه معلقتين من السكر عشان تنشط لنا الخميره، ونص كوبايه حليب او لبن، ونص كوبايه من الميه. وهنبتدي ان احنا نقلبهم كويس جدا جدا مع بعض ونسيبهم على جنب. هستخدم هنا هو حوالي كيلو الا ربع من الدقيق، يعني 6 كوبايات من الدقيق. طعمت العجينه بتاعتي بنص معلقه من البصل البودر والثوم البودر وحبه من الملح. قلبتهم كويس جدا جدا مع بعض. بعد كده هبتدي ان انا احط الخميره بتاعتي بعد ما خمرت. هضيف معاهم نص كوبايه زيت زيتون او زيت عادي من اللي انت بتستخدميه في الاكل بتاعك. هبتدي ان انا الم العجينه واعجنها مش اقل من 10 دقايق لحد ما الاقي العجينه معايا طريه ومش بتلزق في الايد. هبتدي ان انا احط حته زيت عليها واغطيها بكيس بلاستيك عادي ونحطها في مكان دافي لحد ما تخمر معانا. مش هتاخد بالظبط ساعه وهتكون خمرت معانا وبقت بالشكل ده. هنبتدي ان احنا نخرج منها الهواء، وهنقسم العجينه بتاعتنا ديت على 3 بيتزايات. بصوا العجينه طريه وناعمه حلوه قوي قوي قوي. ده من نجاح العجين اللي هتطلع معاكي العجينه طريه مش ناشفه خالص. هنبتدي ان احنا نقطعها بالشكل ده وهنقسمها على 3 كور. هتعمل لنا 3 بيتزايات وسط. لو انت عايزه تعملي البيتزايه كبيره تقدر ان انت تعمليها بيتزايتين بس. انا طبعا عملتها على 3 بيتزايات. انا احب بقى اشتغل المعجنات في الصواني الالومنيوم. اي معجنات تعمليها انصحك ان انت تستخدمي الصواني الالومنيا، هتبقى حلوه جدا جدا معاكي. هتطلعي العجينه مظبوطه ولونها حلو جدا والتسويه بتاعتها روعه. ابتديت ان انا ادهن الصينيه بمعلقه زيت صغيره، وجبت قطع من العجين وابتديت ان انا افردها بالشكل ده. تقدري ان انت تعملي فيها ثقوب بالشوكه عشان ما تنتفخش معاكي قوي، وممكن تستغني كمان عن ان انت تعمليها بالشوكه، تقدري تسيبيها زي ما هي. هعملها بالشكل ده. نيجي بقى يا جماعه للصلصه. الصلصه هنا استخدمت ايه؟ نص بطرمان من الصلصة البيوري الجاهزة اللي بتبقى في البطرمانات. حطيت عليها توم باودر وبصل باودر وبابريكا ومعلقتين كبار من زيت الزيتون ومعلقة من الزعتر ونص معلقة من الملح. قلبتهم كويس جدا جدا جدا. اصبح معايا صوص للبيتزا في منتهى السهولة. لا جبنا طماطم سلقناها وقشرناها وحطينا على النار وضربنا في خلاط ورجعنا سبكنا تاني، لا ما عملناش اي حاجه من الحاجات دي. ده ابسط صوص للبيتزا وطعمه حرفيا تحفه. نيجي بقى اول حاجه بعملها، بحب احط طبقه من الجبنه الموتزاريلا على الصلصه بتاعه البيتزا عشان تطلع معانا التوبينج اللي احنا هنحطه عليها يطلع كله متماسك، مفيش حاجه تقع منك وانتي بتاكليها. زي ما انتوا شايفين اول بيتزاية هعملها بالبسطرمة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض ونزلت لكم الفيديو بتاعها. هحط لكم اللينك بتاع طريقة عمل البسطرمة، هحطه لكم في الكومنتات. هبتدي ان انا احط حبة بسطرمة كده حلوين، وبعد كده هبتدي ان انا احط شرايح من الزيتون زي ما تحبي. لو عايزة تحطي خضار برضو فلفل الوان حطي اللي تحبيه. البيتزا عامة ما بتقولش اي حاجة على اي توبينج تحطيها، اي حاجة تحطيها عليها بتطلع جميلة. بعد كده هحط عليها حبة من الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده. عايزة اقول لكم بقى حاجة، ان البيتزا بتحب النار العالية جدا، ما ينفعش تدخليها على نار هادية. لازم تشغلي الفرن بتاعتك على اعلى درجة حرارة وتدخلي البيتزا. مش هتاخد معاكي 10 دقايق، ما تستنيش عليها كتير. لو الجبنة ما ساحتش من فوق حاولي ان انتي تقفلي عليها الفرن وتشغلي عليها الشواية. هتبقى حلوة جدا جدا والجبنة هتسيح وهتبقى زي الفل. هنعمل بيتزاية تانية مع بعض. حطيت من نفس الصوص اللي انا حطيته على البيتزا الاولانية، وبعد كده هبتدي ان انا احط بقى ميكس من الجبنة الموتزاريلا
والجبنة الشيدر بيديها برضو طعم حلو جدا جدا جدا. احب احط طبقة من الاول للجبن، بعد كده هبتدي ان انا احط شرايح من السوسيس. السوسيس مش بحطه ني، انا السوسيس لازم اديله تشويحة الاول على النار، عشان يعني ايه ابقى في امان اكتر. لو في اطفال هياكلوا منها لازم تديله تشويحة على النار بحيث ان هو يستوي شوية وبعد كده يدخل الفرن. هتحطي زيتون، وبعد كده هنحط طبقة من الجبنة الموتزاريلا تاني، وهندخلها الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة عالية جدا، مش هتاخد 10 دقايق او 5 دقايق وهتطلعيها على طول. نيجي لتالت بيتزاية، وحطيت اخر قطعة من العجين وابتديت ان انا اعملها بالشوكة، وهحط برضو صوص تاني وهحط جبنة، بس المرة دي هعملها بالسجق. طبعا لازم ننوع في البيتزا، يبقى عندنا كذا طعم للي حابب ياكل اي طعم هو عايزه. عايزه اقول لكم بقى كان في حاجه حصلت معايا في البيتزايه ديت هقول لكم عليها. حطيت جبنه موتزاريلا، وهبتدي ان انا احط السجق، وهحط قطع من السوسيس، وهحط قطع من البسطرمه ديت. عملتها ميكس. فبنتي كان معاها كيس شيتوس، قالت لي ايه رايك يا ماما لو نكسر الشيتوس ونحطه على البيتزايه وندخله الفرن ونطلع بقى نشوف ايه هيبقى طعمها عامل ازاي. قلت لها ازاي بقى الشيتوس يدخل الفرن ياخد درجة حرارة عالية ويتحرق ويبقى طعمه مش حلو؟ قالت لي احنا نجرب يعني نعمل ايه اي حاجة جديدة وكده. رحت قلت لها طيب خلاص ماشي. فعلا مسكت الكيس بتاع الشيتوس، فضلت تكسر 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 فيه، وقالت لي ماما انا هاكل من البيتزايه ديت اللي انا اخترعت عليها الشيتوس. فعلا حطيت لها كيس الشيتوس عليها ودخلتها الفرن. صراحه طلعتها كان طعمها لذيذ وحلو، مفيش اي اختلاف خالص. ديت اول بيتزايه انا طلعتها. هنبتدي بقى ان احنا نطلعها كده من الصينيه، واخده لون حلو جدا جدا من تحت، لونها ذهبي خطير يا جماعه. انا قطعتها، عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش عارفه امسكها لان هي كانت سخنه جدا، كانت سخنه قوي، كانت عماله تلسعني. كمان القطاعه اللي انا بقطع بيها ديت معرفش كانت عماله تحود مني كده، مش عايزه تتقطع كويس معايا. بس هو في الاول وفي الاخر البيتزايه طلعت حلوه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها، هتعجبكم قوي. اعملوها باي اطعمه، يعني ممكن تعملوها بجبنه بس كمان، مش لازم تحطوا عليها توبينج كتير والحاجات دي. بس كانت سخنه يا جماعه، مش عارفه امسكها، مش عارفه اوريكم مطه الجبنه، فعلا لسعتني في ايدي يعني. دي تاني بيتزايه اللي احنا عملناها بالسوسيس. عايزه اقول لكم احسن واوفر 1,000,000% من اللي احنا بنجيبها من بره. مقادير العجينه بسيطه وموجوده كلها عندكم في البيت. الحشوات دي تقدري تحطي اي حشوه انت عايزاها، لو لحمه مفرومه، لو اتبقى عندك حبه شاورما، اتبقى عندك اي حاجه تتحط عليها، والله بيبقى طعمها حلو جدا جدا. اعملوها في البيت، ما تشتروش تاني من بره، بما اننا عاملين مقاطعه المطاعم كتيره جدا جدا، خلاص مش هنشتري منهم. فنحاول ان احنا نعمل كل حاجه في البيت، وبرضو هنكون محرمناش اولادنا من اي حاجه، بالعكس احنا هنعملها في البيت ضامنين الحشوات اللي احنا بنحطها احنا اللي عاملينها في البيت، احنا اللي مسويينها كويس، ايدينا نظيفه، فرننا كويس. كل حاجه يا جماعه نقدر نعملها في البيت. يا ريت ما نستسهلش ونجيب اي حاجه من بره ونريح نفسنا، لا احنا نعمل كده ونظبط الاولاد في البيت. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، بجد يا جماعه حلوه قوي قوي قوي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. تعالوا بقى نشوف مع بعض اللي كانت بالشيتوس عامله ازاي. بصوا شكلها طلع عامل ازاي، يعني حسيت ان الشيتوس اتلسع شويه من فوق، بس لما نيجي ناكلها تحس ان هي يعني بتاكلي حاجه طريه مع حاجه كريسبي كده شويه، وكان طعمها لذيذ. بس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تعملوا شير مع اصحابكم وحبايبكم، وما تبخلوش عليا باللايك. وان شاء الله انزل لكم بوصفات جديدة تكون سهلة وبسيطة ومش مكلفة. انتوا عارفين انا بحب اعمل الوصفات الاقتصادية يعني على قد ما نقدر. عايزة اقول لكم ان انا اتلسعت برضو ورحت سايباها بسرعة من ايدي، دقتها كان طعمها خرافة. اشوفكم تاني فيديو جديد.